اهلا وسهلا بكم متتبعينا الكرام، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وحييكم تحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله. عيد مولد نبوي يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وتحقيق الاماني والمغفره والرحمه للشهداء فلسطين، والشفاء العاجل ان شاء الله للجرحى ديالهم. بالنسبه للخبر خلاص غتكونوا كلكم شتيوه ديال وفاه الاب ديال ناصر الزفزافي رحمه الله، يسكن فسيحه جينا ليه، وعزي العائله ديال الزفزافي بهذه المناسبه هذه، واللي من خلالها المندوب ديال اداره السجون تم الخروج ديال ناصر الزفزافي في هذه الفتره مؤقته لتأبين الجنازه ديال الاب ديالو، واللي من خلالها لقى واحد الكلمه من السطح ديال المنزل للجماهير اللي حضرت اللي جات تعزي بان ناصر الزفزافي هو مع وحده الوطن من طنجة للقويره من خلال جنوبه وشرقه وشماله وغربه، وكيدعي ناصر الزفزافي دائما ان الشعب المغربي يكون ملتف وراء صاحب الجلاله، وكيشكر كذلك مندوب ديال اداره السجون اللي من خلاله خلى يحضر الجنازه ديال الاب ديالو. هذا هو اللي كاين، وكنتمنى ان شاء الله نتفرج عما قارب على قائد حراك الريف 2017 اللي تحكم ب20 عام. تحياتي واحتراماتي للجميع، الى اللقاء.